الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. والكبرياء والعظمة، العظمة تشمل بكامل، تشمل الجبروت والملكوت والكبرياء، هي صفة شاملة بكامل من الصفات الجامعة. قال الصفات الجامعة اللي هي الصفات تجمع عدد من الصفات أخرى. إذن هذه كاملة التسبيحات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدلها الركوع. وحد يكثر منها اللي يعود قريب من قدر اللي يقرأ في القيام وراء الفاتحة. نفهم حوفينا من الكار الركوع لا يقدها ما هي ياسرة، لا يخلق الرفع من الركوع اللي هو القيام، الرجوع للقيام مرة ثانية. ويلا الشخص يقول فيه سمع الله لمن حمده، وهذا ذكر راجح فيه قاعد نقوله الإمام والمأموم والفذ وكل شيء، عن كل حد يقول. وشمله العلم يقول عنه يقولوا لا الإمام والفذ وعن المأموم يقول ربنا لك الحمد. يعني ربنا لك الحمد يقولوها كاملين محل اتفاق بيناتهم، لا في خلاف بين العلم عن ربنا لك الحمد عن يقولها الإمام ويقولها المأموم ويقولها الفذ. سمع الله لمن حمده اللي فيها خلاف، الإمام قطعا يقولها والفذ قطعا يقولها والمأموم فيه خلاف. يعني الخارج أحاديث تدل عنهم يقولوها كاملين. الحد رافع من الركوع مطلقا يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله معناه استجاب الله لمن حمده. الحمد لا دعاء به اللي تعرض للنوال، تعرض للفضل. وخالق شاعر يقول اذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الثناء الحمد نوع من الطلب، لذلك قال الله عز وجل فهذا ألهمنا أن نقول سمع الله لمن حمده، معناها قد سمع الله حمد من حمده فاستجاب دعاءه بذلك. وهون في فرق بين سمع الله لمن حمده وبين إذا قلت سمع الله من حمده، لأنك إذا قلت سمع الله من حمده معناها أنه لا سمعته، غير من تقول سمع الله لمن وتجيب اللام معناها أنه استجاب دعاءه، وذيك سمع فم معنى الاستجابة. هذه الواردة في الابن. لا لا قاصر شو الناس خاصة هالشيء يقول لمن حمده، قال لك يقول لا كلام صالح لمن حمده لمن حمده في الأصل. حمدا كثيرا طيبا. يمكن يقولوا هذاك مسلم. من يقول سمع الله لمن حمده يقول وراها ربنا لك الحمد. هذا الذكر فيه 4 روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى منهم ربنا ولك الحمد بإسقاط اللهم وإثبات الواو. والثانية ربنا لك الحمد بإسقاطهم الثنتين ما فيها اللهم ولا فيها الواو. والثالثة بإثباتهم الثنتين اللهم ربنا ولك الحمد. والرابعة بإثبات اللهم حذف الواو اللهم ربنا لك الحمد. وهذا أشهرهم أن نقول اللي هي ربنا ولك الحمد إسقاط اللهم وإثبات الواو، هذه أشهرهم. وغير حد قال بعد واحدة من الأخرات ما تخصص، حد قال اللهم ربنا لك الحمد، والله قال ربنا لك الحمد، والله قال اللهم ربنا ولك الحمد، وهذاك ما يخصص. ربنا لك الحمد معناها لكن تدور تعد من الحامدين اللي قال مولانا عنه اسمعهم استجاب لهم وتقول ربنا لك الحمد. وإذا أعطفت لا جبت الواو ربنا ولك الحمد معناها ربنا لك الثناء ولك الحمد ولك الثناء محذوفة وأعطفت ليه ولك الحمد. ورا ذاك يجي ذكر في القيام. هذا القيام بحسب حالك التمرين تعود مختصر السلام عجلها، لا هي تقتصر على ذا والله تقول الله حمد قليل كيف قال لك حمزة النبي صلى الله عليه وسلم كان وراه راجل من النصارى ومن يرفع هو راسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قام راجل من النصارى وقال وراه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه رواية جمهور الحديث. النسائي وحده زاد كما يحب ربنا ويرضى. ليس النبي صلى الله عليه وسلم سوى قال له قال له راجل من النصارى عنه قال له عنه شاف 34 ملكا يبتدرون حساب قدروا يكتبوها حساب قدر شيء 30 ملك تفادروا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا كثيرا هذا الحمد لله انا حامدك به حمدا كثيرا طيبا معناها خالص ما فيه غش ولا فيه خداع ولا فيه كذب ولا فيه شيء مكروه شرعا. مباركا فيه معناها نامي يزيد ولكن الأعمال الصالحة كاملة يبارك فيها ونام. باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا الحمد كما يحب ربنا. نحن ما نعرفه الحالة اللي حمدوه فيها ولا نعرفه صفاته كاملة ولا يقدر نسمع عليه يقول باللي علمنا، لكن كما يحب ربنا ويرضى. ويرضى معناه اللي عينه فيه من الحمد
ويرضيه منه كما يحب ربنا ويرضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من نفسه في الرفع والركوع يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، يقول ربك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا هذا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملء السماوات، هذا الحمد اللي قلنا ربنا لك الحمد ملء السماوات حالك ولذلك الحمد والله وره ملء السماوات يملأ السماوات وملء الأرض كذلك وملء ما بينهما الفضاء وملء ما شئت من شيء بعد الشباب عرفوا قال احنا خلائق ملان. أهل الثناء والمجد إذا قلت بالنصب معناها الاختصاص والثناء المخصوص بالفعل المحذوف، وإذا قلت أهل الثناء والمجد هم اللي صالحا معناها أنت أهل الثناء والمجد، والثناء تلقى المدح كامل بأنواعه، والمجد معناها اتصافه هو بصفات الكمال. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، أحق شي يقول العبد صدقه على الله عز وجل ما متصرف في الكون ما هو، وهذا هو أصدق شي يقوله الإنسان. حتسوي لك شنو أصدق شي تقوله، يقول له لا توحيد ملان، لا ملانه هو الواحد هو المدبر وحده وهذا الكون ما فيه حد قد يعطي ولا حد قد يمنع ما هو، هذا أصدق شي يقول العبد لا توحيد ملان. لذلك يقول أحق ما قال العبد، وجاءت جملة اعتراضية اللي هي كلنا لك عبد، احنا كامل مع جميع العابدين عبيدك كلنا لك عبد. شنو هو أحق ما قال العبد؟ لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا هو توحيد ملان. لا مانع لما أعطيته معناها شيء أعطيته ما يقد حد يكرده، ولا معطي لما منعته شيء منعته ما يقد حد يعطيه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. العقد ما ينفع من العود قدر ملان نافذ، يقول لك فلان عقيد خالد لكن العقد ما ينفع من الجيش قدر ملان. والجد من اللي يجد معناها النسب الرفيع معناها حد جده كبير خيمته له كبير لكن ما ينفع عنده ملان. وذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حد عاد عمله له يا أخي إذا عاد نسبه كبير والخيمة كبيرة شنو يأتي فعنده قيمة. الناس يوم الآخرة لا يتسابق بها لا أعمالها به اللي كان بيناتهم العلاقات في الدنيا لا ينقطع بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما أتلى حد والحد لا أخوه ولا شاك يهرب منه. وبالتالي التفاوت اللي موجود ذلك هذا غني وهذا فقير وهذا كبير وهذا صغير وهذا خيمة كبيرة وهذا خيمة صغيرة، هذا كامل لا يساوي يوم الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ذاك سوى عنه قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا هذا هو الذكر في الرفع من الركوع. تفضل. حتى نسبه معلوم لكن مش حد ينسبه أو معلوم بالنسبة للآخرة المعتبر فيها إلا معيار واحد هو معيار الفضل اللي هو التقوى. الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. والنسب المقصود به صفات الآباء ما هو الآباء نفسهم، من الوقت حد كان بوه محسن وكريم ولا كان بوه عالم وصالح وتقي وعاد هو نفسه كذلك، فعلا هذا ينفع به اللي لا يتعود الرواية والسلسلة فيه لا تثبت فيه حتى. وذاك المقصود هو ما مقصود عنه مجرد انتساب له ما عنده قيمة، يعني المقصود ثبات الصفة فيه هو ذاك فهمته. ذاك المقصود هو عاد حد من العلم والصلاح وآباءه كذلك إذا جاءت قدر من الهزات والمشكلات هو لا يتم على ذاك اللي معروف فيه في الغالب وهي ذاك ما يخلق غير منين يعود هو نفسه من العلم والصلاح ويسوى آباءه وقاع كفار ما أخسر شيء. شوف الصحابة اللي أباتهم شنو عمر بن الخطاب وعمر منين وهكذا عثمان بن عفان علي بن أبي طالب ناس كامل اللي كيف اللي هي خير الجنة. خالد بن الوليد هنا وكيفتهم خالد بن الوليد بوه قال لوالده قال له مولانا ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.